بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم كبد وقوانص. آه تقطعيها كده ان شاء الله، بتقطعيها قطع صغيره. القوانص بتقطعها حتت صغيره خالص، ماشي. تقطع اصغر من الكبده شويه، وبعد كده اروح على الكبده طبعا، ماشي. نهلا. والله انا الفيديو ده كنت هنزل معاكم زبادي، بس الحمد لله يعني انا عملته. المقطع ضاع، مش لاقيينه، والفيديو كله كان ضايع بصراحة. ولما لقيناه لقينا ده بس، ما لقيتش الزبادي فيه خالص، الحمد لله. اللهم صل على النبي. اقطع معاه قرن شطة حلو كده. يعني معقول، في المعقول كده، متصغرهاش وما تكبرهاش، في المعقولة كده. انا بحب على فكرة بحب اخلص القرن للاخر، ما بحبش ارمي منه حاجة. اجيب البصلاية، هما بصلتين، بخرطها خرط صغيرة كده، يعني مش صغيرة ومش كبيرة، في المعقول. انا هنا كنت هعملها من غير طماطم، بس ابني بصراحة بيحبها بالطماطم، قال لي يا ماما اعملها لنا بالطماطم. قلت اجربها برضو معاكم، انا عملتها كذا مرة بالطماطم برضو، بس قلت اوريها لكم. بس انا كان نفسي فيها بصراحة من غير طماطم، بس هو لا، لما قال لي كده خلاص، طبعا انا مش مشكلة خالص. ماشي، هيجيب لي الطماطم دلوقتي. لما قال لي قلت له خلاص يا حبيبي، مش مشكلة. زي ما قلت لكم المقطع ده كان ضايع، انا لسه منزلاه، يعني لسه لاقياه، يعني اول ما لقيته نزلته. حتى طقم البهارات برضو باين. كان في 2 مقطع بعد، يعني 2 فيديو كانت تايهين مني، والحمد لله لقيتهم يعني. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. دي كده انا اتبلها واجهزها وبركنها على جنب لحد ما اخلص بقيه الحاجه، لان الحاجات دي ما بتاخدش ثواني على النار يعني. هنا ان شاء الله هعمل معاكم برضو بطاطس شيبسي. الحاجه لما تشتريها من بره بتبقى مبقاش فيها حاجه، مبقاش فيها بركه، فلما تعملها في بيتك احسن. وانا عندي مبشره، بصراحه المبشره اللي عندي دي جميله جدا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بصي، نوع المبشرة دي حلوة اوي وفلوسها حلال بأمانة. بصي، تخلي البطاطس رقيقة خالص ازاي. كل حاجة في البيت بتنفع يا جماعة والله. هنا انا بحب اعملها بالخل والملح بس. ابني يومها قال لي ماما انا عايز اجيب توابل، قلت مش مشكلة بقى المرة دي. عملتها بالخل والملح بس كده، حطيت على شوية ملح، شوية خل حلوين، شوية ملح برضو، وركنتها برضو على جنب. كان طعمها تحفة بصراحة، احلى من اللي بشتريه من بره كمان. وانا ان شاء الله اعمل برضو معاكم بابا غنون بطريقه جديده. انا بصراحه كنت شايفه شيف عاملها قبل كده، مش فاكره فلسطيني تقريبا او سوري، متهيألي، بس متهيألي كده سوري. عاملها بطريقه حلوه جدا. الحاجه اللي فيها كلها بتتقلى. بتنجان بيتقلى، الطماطم بتتقلى، قرن فلفل صغير كده يعني معقول كده، في المعقول كده برضو بينقلى. ان شاء الله هشوفها مع بعض. بقطعها كده طرنشات عادي خالص، بتقشريها كلها عشان ميبقاش فيها ال القشر الاسود ده، ورش عليه ملح برضه واركنه على جنب. كده دول كده خلص، حطيتهم على جنب. وهنا ببدأ بقى اقطع الطماطم برضه طرنشات. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ماشي، يعني مش طماطمتين كبيرة، مش يعني مش كبار ومش صغيرين، في المعقول كده. كل حاجة في المعقول بتبقى حلوة. ويا ريت في رمضان بالذات الواحد ما يكترش برضه في الاكل، عشان خاطر ايه؟ مفيش حاجة تبوظ وتترمي، والحاجة خسارة غالية.
يعني اكل يوم بيوم كده احسن، الا اذا بقى لو بتحبوا ممكن الاكل يبقى بقيت ممكن تعملوا برضو اكل يومين. انا بصراحه كنت في الاول كنت بعمل كده، كنت ساعات بقى اكتر الاكل برضو وباكل فيه يومين انا وعيالي بصراحه، ما محدش بيقول لي لا على حاجه الحمد لله. بس من ساعه ما بدات اصور معاكم يعني بقيت اعمل الاكل برضو على القد عشان ابقى ايه مرميش حاجه برضو. هنا حطيت زيت البطاطس على النار، زيت الشيبسي وزيت البتنجان. انا بحب بعد ما احط لما بحط زيت البطاطس او اي حاجه بحب ايه اختبره، يعني بحط واحده كده بحيث ان انا ايه مستناش على الزيت لما هو يولع، احط واحده كده خلاص، اول ما الزيت يحاول يرفعها يبقى كده خلاص كده تمام. شلتها وحطيت معاكم البطاطس برضو، وهنا برضو بقى البتنجان. ما تغمقيش البتنجان عشان ما تبقاش غامق، كل حاجه في المعقول بتبقى حلوه. استغفر الله العظيم. هنا برضو بقى لو تاني طاسه بتنجان، ما تغمقوش خالص، خليه في الفاتح كده اهو. والبطاطس برضو حاولي ما تغمقهاش عشان ولادك برضو ما يزهقوش منها، يقعدوا كل شويه يقولك احنا عايزين من بره عايزين من بره اهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام، ادي البطاطس معاكم. هنا بقى انا كنت خلصت البتنجان فبقى اللي بقى الطماطم. ما تخافيش، هي الطماطم هتحسي ان هي انهارت منك شويه بس ما تخافيش، هتطلعيها عادي خالص. اهي، ما تقلقيش من اي حاجه، احنا اتفقنا قبل كده ان احنا ما نقلقش من وقفه المطبخ، ما تقلقيش. طول ما انت خايفه على فكره مش هتعرفي تعملي حاجه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصي هنا بحط كله بقى كله مع بعضه في الكبة، وقرن الفلفل برضو كنت قليته. تمام، تضربي كله هنا بقى للأمانة عشان برضو ابقى أمينة معاكم، انا نسيت احط توم، بس بصراحة ربنا كانت طعمها تحفة من غير توم، حتى عيالي حبوها قوي وقالوا لي يا ماما والله جميلة من غير توم. انا عشان المصداقية برضو لازم اقول لكم على كل حاجة، انا نسيت احط لها توم. هي بتحط لها فص توم عادي زيها زي بابا غنون، هي بابا غنون عادي خالص. حط لها برضو بهاراتها، الشطة دي حبيبتي بحبها في كل الاكل، انا بحب الاكل حامي شوية، بحب الاكل حامي وسخن في نفس الوقت. شوية فلفل اسمر، شوية كمون صغيرين برضو عشان الكمون اليومين دولت فاقع قوي، ريحته فاقعة قوي. طبعا مش هتحط لها زيت ولا اي حاجة علشان طبعا هو كله مقلي. هتطلع برضو شوية كزبرة كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا كده تقريبا كانت اخر طاسة بطاطس على النار. حطيت برضو معاكم الكبدة، كبد القوانص، شوحها تشويحة حلوة كده. انا عندي العيال بيحبوا الكبد القوانص، ما مش بجيب الكبدة التانية دي كتير قد كده، قليل اول لما بجيبها، قليل خالص يعني. انما انا عندي ابني بصراحة بيحب الكبد والقوانص، على طول يقول لي يا ماما هات لنا كبد وقوانص. حطيت واحدة مرقة دجاج وحطيت شوية كمون وحطيت شوية فلفل اسمر وشوية شطة برضو، تشويحة حلوة كده يا ولاد، وشوية ملح مكتريش برضو، متتغريش يعني، متنسيش ان انت حطيت واحدة مرقة، شوية كزبرة. الكزبرة دي حلوة برضو على فكرة في جميع الاكل، برضو بتبقى جميلة جدا. تشوحها تشويحة حلوة كده. بتنزلي بقى بكل حاجة. بصي الطماطمتين دول تخلوها حمرا قوي برضو، يعني على قد ما تقدري، مش عايزاها حمرا قللي الطماطم لو انت مش حباها حمرا يعني. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصي الشيبسي جميل جميل جميل، كان طعمه تحفة بصراحة. بصي مفضلش منه حاجة خالص. كده انا بقى انا قلت لكم انا بحب الاكل سخن. نزلته بقى على طول، انا كده ايه كان تقريبا المغرب خلاص، نزلته كده. وادي كل حاجة جاهزة معاكم بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة، بهنا والشفا.